ساندوتش الفرايد تشيكن العملاق ده والوجبه الميكس الرايقه دي في مطعم كان ليا تجربه سابقه ليه من سنه تقريبا، وهو مطعم بروستاكي في كفر شكر شارع جمال عبد الناصر جنب معامل البرج. هنصلي على النبي كلنا وما ننساش اللايك والشير علشان اقدر استمر على خير. مبدئيا شكل المكان اتغير عن السنه اللي فاتت من ناحيه الديكور وده شيء كويس، التجديد مطلوب برضه، بس المهم والاكثر اهميه اننا هنشوف الجديد في اصناف الاكل ونعمل ابديت سوا. وعرفت كمان ان هم غيروا التتبيله للاحسن. اول حاجه طلبت وجبه بروستاكي ودي عباره عن قطعتين فراخ وقطعتين ستريبس مع 2 عيش كايزر وطبق رز بالبهارات وتوميه وكوليسلو، وسعرها الحالي كان 160 جنيه. تاني حاجه الخلطبيطه، هنعرف مكوناتها دلوقتي. سعرها كان 60 جنيه وده صنف جديد هنا. ووحش الشاشه النهارده الساندوتش العملاق ده المامبو، هنعرف دلوقتي برضو بيتكون من ايه وسعره كان 130 جنيه. كان معايا كابتن موسى صاحبي لسه مخلص تمرين في الجيم وجاي معايا يسمم ويدوق علشان العضلات تروق. بسم الله بدا وسخن كده بالبطاطس، بعدين مسك الاستريبس وبدا يقطع ويودي زي الوحش. مستعجل على الفورمه يا كابتن؟ دي هتبقى فورمه مدهننه. بس عاش يا حبيب اخوك، استمر افتح وودي على طول. وكان مبسوط بالاستريبس والخلطه المقرمشه والطعم الرايق. هشوف انا بقى الفراخ وهل في تغيير عن المره الاولى ولا لا. بالنسبه للشكل كان حلو ومبشر على وضعه من المره الاولى. الفراخ مستويه كويس والتتبيله منتشره وواصله لكل المناطق في القطعه. وبالنسبه بقى للطعم فكان جامد جدا. التتبيله بصراحه مميزه زي ما عبد الله صاحب المكان قال لنا من اول مره، وفعلا زي تجربتي الاولى واللي كانت عجباني. ويمكن بقى الطعم للاحسن بعد ما طوروا من خلطه الفراخ. وجربت الفراخ بالجبنه والتوميه بس عجبتني التوميه اكتر. حلوه قوي وجبه بروستاكي وسعرها مناسب لمكوناتها وتكفي لشخصين. نرجع بقى نبص على موسى اللي كان ماسك اصابع الجبنه وشغال فيها شد لحد السقف ومبسوط. وده الطبيعي برضه من اول مره، بس الشده المره دي كانت اقل شويه لكن طعم الجبنه اقوى وسايح. موسى اخد بعد كده علبه الخلطبيطه وبدا يتفحصها ويودي وكانت عجباه. اشوف انا بقى الخلطبيطه اللي ملخبطه دي، كانت علبه كبيره فيها رز بسمتي مع قطع الستريبس والتوست المقرمش عليهم توميه. بالنسبه لحجم الطبق الكبير وطعمه الجميل وسعره المناسب اللي هو 60 جنيه فاقدر اقول لك انه رايق. ممكن ناخد الخلطبيطه كوجبه حلوه ونعتبرها ان هي وجبه خفيفه كده. نرجع لموسى نلاقيه ماسك طبق الرز المبهر بتاع وجبه بروستاكي وشغال الله ينور بألف هنا يا كابتن. اخر حاجه بقى هنروح للمامبو علشان ننيمه على جنبه، وده مش تشبيه، احنا فعلا هننيمه على جنبه لان حجمه كان كبير جدا ومحتاج بق فرعوني، محتاج مدرعه، بس للاسف عمرو ما كانش موجود علشان يقوم بيه. والمامبو كان عباره عن سندوتشين على بعض. الطبقه الاولى شريحه السموك بيف مع قطعه الاستريبس الكبيره، والطبقه الثانيه شريحه التركي مع الاستريبس، والطبقتين فيهم الخس والخيار والمخلل وصوصات الشيدر والماكا. حجم الساندوتش كبير جدا وعاوز واحد اكيل الصراحه، فاقسمه نصين والله المعين. وهحاول اودي، حاسس ان كنت داخل خناقه مع الساندوتش ده. هزود شويه صوص جبنه كده علشان اعلى بالكلام وارجع لك يا مامبو. وطبعا ما قدرتش عليه ونيمته تاني على جنبه واباصي النص التاني لموسى وهو يقوم بالواجب بقى. وبما انه لسه مخلص تمرين فهيحتاج للبروتين. ومع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.